احنا بقينا بندخل الفيلم ونطلع مبسوطين انه ما كانش وحش، ما بنفكرش استمتعنا فيه ولا لا، بنقول الحمد لله ما كانش وحش. وده اللي حصل في فيلم البطة الصفراء. يعني القصة كويسة والفيلم متماسك، لكن هل استمتعت فيه ولا لا؟ فما كانش وحش. لايك وسبسكرايب بقى، ويلا بينا على مراجعة الفيلم. الفيلم من بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل، مع ظهور سريع لكن متميز كعادته لأحمد أمين وعم صلاح عبد الله. وقصة الفيلم بدون أي حرق هي عن دكتور جامعي بيعمل بحث ميداني عن سلوكيات المجرمين، وبسبب البحث ده بيتعرف على غادة عادل واللي معاها، اللي بيبدأوا يستغلوا سذاجة الدكتور ده علشان يساعدهم في أعمالهم المنافية للقانون، من غير ما يعرف إنه بيعمل حاجة غير قانونية. هتكلم براحتي شوية عن عناصر الفيلم من غير ما أحرق ليكم أي حاجة. تمثيل معظم أبطال الفيلم كان حلو. محمد عبد الرحمن هيديك العادي بتاعه، شخصية لطيفة تحب تواجدها على الشاشة. كمان له مشهدين في الفيلم بيعرفوك إنه ممثل كويس فعلا. غادة عادل، غادة في الفيلم ده أحسن شويتين من فيلم مرعي البريمو، لا أحسن كتير. يعني ليها مشهد في الفيلم كان أكتر مشهد سمعت فيه صوت ضحك في القاعة كلها، لكن برضه هي افتقدت كتير قوي من غادة عادل اللي نعرفها. فنصيحتي ليكي يا غادة بجد، بلاش الأدوار دي بقى. يعني دور البلطجية أو دور واحدة من منطقة شعبية صدقيني بلاش. لو اخترتي أدوار بتتطلب إنك تلبسي كويس وتتكلمي بأسلوب يناسب بيئة الشخصية اللي من مكان راقي، أعتقد إنها هتفرق جدا في مسيرتك الفترة الجاية. ومش لازم تبقي شيك بس طيبة، لا خالص. عادي جدا إنك تختاري أدوار تكوني شريرة أو مختلة بشكل ما، لكن بيئة الشخصية نفسها ما تكونش لا من منطقة شعبية ولا فلاحة. هنا أتوقع إن تجسيدك يختلف وترجعي غادة اللي احنا نعرفها. أما بقى الاتنين اللي حسيت بتقولهم بجد فكانوا عم صلاح وأحمد أمين. مع إن مشاهدهم كانت حلوة فعلا، إلا إني فكرت في حاجة غريبة شوية. إزاي الفيلم اللي أنا طول أحداثه شايفه عادي، لكن أول ما بيظهر عم صلاح عبد الله أو أحمد أمين بحس إن الفيلم بقى أتقل وأحلى؟ هل حصل اختلاف في الكتابة وقتها؟ ولا هما اللي ممثلين جامدين جدا وعارفين يدوا لدورهم طعم وحلاوة؟ مفيش أي اختلاف إنهم ممثلين جامدين، لكن إزاي ظهورهم حسسني إن كتابة الفيلم اختلفت وبقت أحسن؟ لكن للأسف الحلو ما بيكملش، لأن ظهورهم كان قليل جدا. فأحمد أمين مثلا ظهر في مشهدين بالعدد، وعم صلاح ظهر في 3 أو 4 مشاهد. فحقيقي كان نفسي مشاهدهم تبقى أكتر في الفيلم ده، واللي ساعتها كنت أضمن لكم إنه يبقى فيلم حلو وظريف، مش مجرد فيلم زيه زي غيره كتير من الأفلام الأفريج في كل حاجة بقى. إحنا محتاجين كوميديانات جدد، من الكتابة للتمثيل، وده هتكلم عنه في حلقة منفصلة لوحده. لأن موضوع إن معظم الكوميديانات الكبار بتوعنا بقت أفلامهم مملة وما بتضحكش بقت ظاهرة لازم نفضل نتكلم عنها لحد ما تتغير. نرجع لفيلمنا. الموسيقى في الفيلم كانت لايقة عليه، لطيفة وخفيفة ومناسبة جدا لفيلم كوميدي. مش مطلوب منها انك تتأثر بيها وتطلع فاكرها وتحب تشغلها لوحدها، فهي كانت مقضية الغرض تماما بتاعها. والموسيقى في الفيلم ده كانت لخالد القمار، اللي هفضل اقول انه موهبة حقيقية كسبناها في الصناعة دي. للأسف الفيلم كان ناقصه بشدة كتابة كوميدية. حرام تبقوا فاهمين ان الابتسامة في مشهد او 2 كده الفيلم بقى كوميدي. لا يا جماعة، في لحظتين في الفيلم ده انا كنت هنام بجد، وقبل ما الفيلم يخلص بوقت بسيط لقيت نفسي ببص في الساعة عشان اشوف احنا بقالنا قد ايه بنتفرج. ودي مشاهد بالتأكيد سلبية. ويخلص الفيلم وانا واقف عند نفس المشكلة. احنا عندنا أزمة سيناريو يا جماعة، خصوصا في الافلام اللي مصنفة نفسها تصنيف كوميدي. ولو حاسين ان ما اتكلمتش على القصة بشكل كافي فده لان الفيلم ما يستحملش، ودي مشكلة من صناعه مش مني. يعني لو قلت لكم ان الابطال دول كانوا موجودين في الفيلم وكان ليهم مشاهد كتير كمان، لكن لو شلت كل اوقات ظهورهم الفيلم مش هيتأثر بأي شكل، ولا في مشاهدتك له ولا في تقييمي. تقول بقى تمثيل سيء منهم او كتابة سيئة لأدوارهم، فصدقني مش هيفرق. وعلشان كده حابب اني محكيش عن العقبات والمشاكل اللي بيقع فيها بطل الفيلم، فمبقاش حرقت الفيلم على اي حد مستني يشوفه.
وهل ارشح الفيلم ده لحضراتكم ولا لا؟ فاقول لكم ان زيه زي غيره، بس ماسك نفسه كحبكة اكتر. وتقييمي لفيلم البطة الصفراء هو 5/10. وبس كده، لايك وسبسكرايب بقى، وسلام.